قال لك إعلان وظائف، مطلوب وزير لداخلية مصر يعمل 24 ساعة، يقعد لمدة 7 شهور فقط، وسيمنح الفائز بالمنصب تأشيرة للهرب إلى دولة غير موقعة على اتفاقيات تسليم المطلوبين أمنيا. النكتة دي مطلعينها ضباط الشرطة في وزارة الداخلية وهم في حالة انتظار وترقب مين اللي ممكن يبقى وزير داخلية في المرحلة الحرجة دي، حرجة سياسيا، حرجة اقتصاديا واجتماعيا أيضا. أستاذ محمد فتح الله، في التقرير اتقال بعض الأسماء، هل في أسماء أخرى ما اتقالتش في التقرير كانت موجودة؟ لا، هي نفس الأسماء دي، بس أعتقد كان أقربهم اللي هو محمد إبراهيم، بس للأسف اختلط خطأ في الاسم، الناس افتكروا محمد إبراهيم اللي هو محمد إبراهيم اللي بيتحققوا معاه في قتل المتظاهرين في اسكندرية، لكن المقصود اللي هو محمد إبراهيم يوسف اللي هو كان مدير أمن الجيزة. وده تشابه في الاسماء والاتهامات. ده فيلم معالي الوزير كده، مش كده بيعملوا فيلم معالي الوزير. وطبعا الدكتور كمال الجنزوري اي كلام زي بالظبط برضه وزير البيئه، هي البيئه خلاص بقت للمسيحيين، طب اغيره يعني. هو راجل كويس جدا بيستجيب لاي حد يعني. فده كان اقربهم. طيب خليني اقول لحضرتك، قلنا قبل الفاصل انه المرشحين بينتموا لفريقين، اما فريق يعني مشهود له سواء من داخل الوزارة أو من خلال المواطنين أو المتعاملين معاه ان هم ناس نظيفة وما عليهاش شبهات على الإطلاق، بس يتشكك انه يبقوا قريبين مثلا من وزير الداخلية منصور العيسوي اللي هو أساسا تاريخه مشرف جدا بس ما قدرش ينجز لأسباب كتيرة، أو شخص وزير داخلية ما هوش بنفس النقاء إنما قوي، يعني حد كده اشتغل في الشارع ويعرف ازاي يضبط الامن في مديريات الامن. مين بينتمي طب هو احنا صعب ان احنا نجمع ما بين الصفتين، يعني مثلا اللي هو احمد رشدي ما كان حاسم وحازم واخلاق ومحبوب. لو في الاسماء المرشحه دي ناس تنطبق عليها، اللي هو نشأة الهلالي معاه دكتوراه في حقوق الانسان، يعني في كتير. هقول لحضرتك حد زي اللي هو نشأة الهلالي او اللي هو محمد رفعت قمصان او احمد جمال الدين مدير الامن العام، دي شخصيات الحقيقه في فترات وجيزه جدا بتكتسب ثقه واحترام كل اللي حواليه، ودي شهاده يعني ما نقدرش ننكرها. انما يبقى السؤال، هل ان هم ما كانوش عايز اقول ايه، بيقولوها بالعاميه يعني معجونين في الشارع، يعني هم ناس حافظوا على نفسهم وحافظوا على اخلاقهم الشخصيه واخلاقهم المهنيه، انما ما تعاملوش مع البلطجيه، يعني ما اكلتش لهم المهام العنيفه اللي ممكن تبقى او بالضروره ممكن تبقى موجوده في شخص امني. ناس بتقول ده، يعني انا بس بطرح الفكره. احنا محتاجين وزير الداخليه وزير سياسي وليس وزير امني في الفتره الحاليه دي. يعني يتعامل بالامور بحس سياسي وليس بحس امني. وده متوفر وموجود. الداخليه ما شاء الله عندنا ناس كتيره جدا، يعني احنا بس الظروف دي سلطنا الضوء على اللي هم اللي بيقتلوا واللي كذا واللي العنف لكن في كتير. وانا يعني ليه ما يستعينش باللي هو احمد رشدي وهو يختار له حد من تلامذته وعارف بنقائه وبحزمه في نفس الوقت الاثنين مع بعض. طب ايه اللي حصل لترشيح عبد الرحيم القناوي ده؟ اللي هو عبد الرحيم القناوي ده اتكتب في الاخبار انه خلاص يعني ان هو مستقبله وصور. ايه اللي حصل النهارده في بورصه الترشيحات؟ تراجعت ترشيحاته ليه؟ ما هي نفس المشكله. بمجرد ما بيظهر مرشح اي كلام اي تقرير يتبعت يعني، وعشان كده المفروض على جنب على المفروض الاول يعني حتى انا سالت سبب تاخير ليه الترشيحات والحكومه الانقاذ ما تظهرش للنور. قال لك عشان احنا منتظرين التحريات الامنيه والاجهزه الرقابيه توصل عشان ما يحصلش زي ما حصل مع الدكتور عصام شرف. بعد ما نجيب وزير الاتصالات نقول ده كان شركته تتعامل مع اسرائيل. حصل مع 4 وزراء وكان شكلها مش كويس. مع ان التحريات الامنيه عمرها ما تظهر اكتر من 50% من حقيقه الوزير. اقول لك مثلا ايام الدكتور عاطف عبيد جه وزير واستقبله وخلاص واسند ليه احد الوزارات الخدميه وطلع وصرح للصحفيين. بعد ما مشي الوزير مفيش يمكن ب5 دقائق جه تقرير امني جه متاخر بان هذا الوزير قعد 3 شهور في احد المستشفيات العقليه. المهم الدكتور عاطف عبيد الدكتور عاطف عبيد طلع كلم الرئيس مبارك السابق بعد ما حلف اليمين. لا لسه. لا هو قابله زي بالظبط كده لما الدكتور الجنزوري قابله وطلع. بس الراجل قاعد في مصحه عقليه 3 بس ده ترشيح نهائي يعني اللي بيحصل ده مع الدكتور الجنزوري قد ايه 3 شهور. 3 شهور. وطبعا ما حدش عرف الا التقرير الامني جه متاخر. واخد بالك؟ فالمهم كلم الرئيس السابق مبارك وقال له يا ريس انا في زنقه، الوزير اللي انا قابلته طلع مجنون.
ففين رد مبارك؟ قال له يا سيدي ما تخليه، يمكن العائل ده يحصل احسن من العائلين اللي عندك المجنون ده. وقعد 3 شهور ومشاه، لانه طلع كان في اجتماع مع المجموعه الاوروبيه والاتحاد والبنك الدولي، فطلع للصحفيين قال لك ايه؟ دول شات حراميه عاوزين يدونا اليمين ياخدوا بالشمال، وقعد يشتم بقى شتيمه فالمهم ايه، جه عاطف عبيد وقال للتلفزيون الغوا الشريط دون ومشاه. يعني احنا تجرب فينا كل الانواع. كان في وزير كان داخل مجلس الوزراء والامن منعه من الدخول، وزير كان داخل مجلس الوزراء الامن منعه. شكله يعني كان جايب عربيه 128 مكسره وبدله يعني عاف عليها الزمن وجرافطه كانها شراب، المهم رفض يدخله. يا عم انا اقول لهم انا المراسم كذا كذا كلمني وقال لي انا جاي، فاتصلوا بتاع المراسم قال له في اسم كذا كذا فعلا جاي وزير، قال له دخل. تعرف الوزير دون لما هو طلع في من الحكومه اللي قبل دي دفع 10,000 جنيه 10 مليون جنيه لابنه النصاب عشان يطلع. جابه منين؟ في وزير طبعا الذكاء المشاهد هيعرف مين يعني. في وزير. طب اسمح لي بس انا عايزه اسال يعني استاذ محمد مصطفى شردي واستاذ خالد يوسف. اولا المعلومات اللي جات لنا واللي هي تاني، انا بطلت استخدم كلمه معلومات لانه معلومات دي ارقى بكتير من الاخبار والتسريبات اللي بتيجي، خليها افكار. انه اسهم اللي هو احمد جمال الدين ومحمد رفعت قمصان هي الاعلى الان بعد تراجع اسهم اللي هو عبد الرحيم القناوي ما اعرفش الاسباب. انت كمواطن استاذ محمد مصطفى شردي اي نمط تفضله؟ نمط مش هسألك عن الاشخاص طبعا، نمط الشخص السوي المستنير اللي مش خارب من الداخل حتى ولو كان ايده مش قويه، ولا تفضل اللي ايده قويه حتى لو كان عنده شويه مسالب كده وعيوب؟ هو يعني معلش انا هرجع بقى هنا راي محمد، هو احنا يا كده يا كده يعني، ما اكيد عندنا حاجه في الوسط شويه. انا شخصيا هقول لك الشارع بيقول ايه. الشارع عايز حد يجي بايد من حديد، بس مش بايد في حديد في وش انا يعني. ما احنا لما قلنا واخد بالك لما قلنا ايد من حديد لانها لبست في وشنا. العيال المتظاهرين ب 300 نفر نزلوا طحنوهم يوم السبت. طب ليه ما تطحن في اللي بيخطفونا؟ ما تطحن في العصابات اللي عماله تخطف في بورسعيد وتخطف هنا وتموت ناس. البلطجيه نعم، لا عندنا عشان عندنا 4 حالات اختطاف منهم 1 مات في 48 ساعه. كويس. كويس. اطحن في دول يعني. ما تجيبوا، اقول لك انا هتجيبوا مين بالظبط؟ هاتوا الراجل اللي داس على الزرار خلى البلطجيه تختفي في الانتخابات. شوفوا مين بقى اللي عنده الزرار ده في وزاره الداخليه وراح عامل عليه كده. هاتوا لنا، انا عايز الراجل ده وزير داخليه. هي المساله في ايه؟ اولا في الداخليه بالذات كما هي الحال في الدفاع. هما بيقولوا يعني انا بنقل ما اسمعه، يعني بيقول لك اللي يظبط حد يبقى اشتغل. طبعا في استبعاد لفكره اللي اشتغلوا في امن الدوله على الاقل لكسر النمط ان وزير الداخليه ما يبقاش امن دوله. انا زعلان، لكن اللي اشتغلوا في المباحث او الامن العام دول اللي ممكن يبقى. لا انا ارفض. بص انا ارفض اولا طرح عدد من اسماء اللواءات لانك بتحرقيهم كده. كلمه افاضل بين مجموعه من الناس وصلوا في وزاره الداخليه لمرحله لواء، دول الناس اتستوت جامد بغض النظر بقى ناس الف عليهم اشتغلوا في الشارع ايدهم اتعكت ما اتعكتش الكلام ده كله. ثم خلينا نحدد، انا عايز اجيب وزير داخليه عشان يطبق الامن مش كده؟ مش ياخد اوامر يحمي جهات معينه. صحيح. عشان يعني صحيح يعني خلاص بقى احنا ما عادش عندنا ايه حته الحواجز دي. وعايزين اول قبل ما نجيب وزير الداخليه اللي جاي نعرف وزير الداخليه اللي فات مين اللي ادى الامر عشان تضرب الناس يوم السبت اللي ولعت مصر مره تانية وكادت ان هي تبوظ الدنيا وترجعنا ورا وتقلب. مين اللي ادى الاوامر بضرب الناس؟ مين اللي قتلهم؟ ما هو دلوقتي بقت عندنا وزاره بتاعت نظام سابق ودلوقتي هتبقى وزاره بتاعت حكومه سابقه والوزارتين في ايديهم دم. بغض النظر عن مدى احترامنا واحتياجنا الى الامن والى الشرطه، هناك منظومه غلط هنا. وبعدها تقدري تجيبي اي وزير هيخش بصدر جامد جدا وهيجي على وضوح شديد جدا في وزاره الداخليه. وزاره الداخليه محتاجه حد ينزل الشارع يشكمه. انا معاكي، لازم يلم الشارع تماما، بس ما ينزلش يشكم السياسه والمتظاهرين. يحمينا في حتت معينه ويمنعنا في حتت معينه حقه تماما، لان ده الامن. بس ده لازم يكون بتحرك امني وليس بتحرك سياسي موجه من جهات معينه. وينزلوا
ويبقى اسمح لي لو انا هنقل، يبقى عنده انحياز متساوي لمؤسسته، مؤسسه الداخليه وللشارع. لانه احنا اللي حصل من سنه فاتت، يعني خليني اقول انه مش بس في ميراث، في مشكله كبيره حصلت في الامن وفي الخوائل الامن اللي حصل. بقى في الشارع عنده مشاكل مع المؤسسه، والمؤسسه بقى لها مشاكل مع الناس، لانه في ناس تهجمت عليها. يعني في بعض الضباط ما كانوش بيأمنوا مواقع سياسيه وتعرضوا لو خيرت معظم، فهو وزير الداخليه اللي يجي مش يبقى منحاز بدرجه 100% للمؤسسه الداخليه، ولا يبقى متحيز بدرجه 100%. يعني الاكستريمز دي مشكله، ولا ايه يا استاذ خالد؟ ولو خيرت اي ضابط النهارده، اي ضابط في وزاره الداخليه المصريه النهارده او عسكري، لو وجدت له فرصه اخرى للعمل والكسب، والله ما يستنى يوم واحد. في ناس من دافع الوطنيه وحمايه الى اخره، انما عايز اقول لك ان وزاره الداخليه ليست ال10 ولا ال20 ولا ال100 ولا ال1000 اللي ارتكبوا مشاكل. وزاره الداخليه الاف من الناس احنا محتاجين لها، وعندها مشاكل كتيره جوه. لا، عايز اقول طبعا ان الجمله اللي قالها الاستاذ محمد حوالين نقول للشخص اللي قال البلطجيه يقعدوا في بيتهم يوم الانتخاب، انا مش موافق عليها. من حيث المبدا انا مش حاسس ان في مؤامره في الحكايه، انا حاسس بس ان مفيش اراده زي ما اتكلمنا قبل كده. لو في البلطجيه ادركوا ان يوم الانتخابات ده المجلس العسكري او الجيش والشرطه مستعدين تماما ونازلين، لو حد عمل اي حركه مش هتعدي، فما نزلوش. لا، ومحدش قال لهم انا عايزكم. لا، ما حدش اجرهم، دي قصه اخرى بقى. لا، ما حدش حماهم ان هم ينزلوا. ايوه، هو انت فاكر البلطجي كان بينزل يضربنا انا ليه؟ ما كان بينزل يضربني عشان بتاع الامن واقف يتفرج عليه ويقول له اضربه ده معارض. تمام، دي قصه اخرى بقى. هو عارف ان ده مش موجود، ده برضه مش موجود. فعايز اقول ان الوزير الجديد لو بس الشعب والبلطجيه ادركوا ان هو جاي، والساده البلطجيه، الساده الشرفاء البلطجيه، لو ادركوا ان وزاره الداخليه والمجلس العسكري عندها اراده الحس، كله هينزل في الجحور. وانا بشوف ان في اسماء، في الاسماء عشان بس ما حدش يشكك في ان احنا طول الوقت كنا ضد وزاره الداخليه من حيث المبدا كده. لا، انا بشوف لواءات من اللي موجودين دول زي اللواء احمد جمال واللواء حامد عبد الله، كلهم محترمين، كلهم بجد ناس تقدر تعمل حاجه، بس لو في اراده سياسيه. والاراده السياسيه دي يملكها المجلس العسكري. المجلس العسكري يبقى عنده اراده سياسيه لتحقيق الامن، ويبقى وزير نظيف زي احمد جمال او حامد عبد الله، انا بتصور الامن هيتحقق في اسبوع والموضوع يخلص. يعني الموضوع مش معضله على فكره، ودول عندهم الكفاءات يعني والخطط اللي تقدر تلم الدنيا، بس لازم اراده سياسيه. والاراده السياسيه دي انا رايي هي اللي ناقصانا، هي ناقصه المعادله ان يكون عنده المجلس العسكري اراده الحسم. طب هرجع تاني للاستاذ محمد، حضرتك بتقول انه اي اسم بيبقى فيه كده اتجاه لاختياره، على طول تقوم طالعه اللي يقول لك ده اصل فلان كذا، اصل ده كان شارك في كذا، فبيستجيب وبيغيره. وده طبعا المفروض بيبقى فيه عنده ملف تحريات وملف امني ان ده كويس خلاص والتزم برايه. بس انا عاوز اخرج من نطاق الملف الامني. انت عارفه منذ قيام ثوره 25 يناير 4 حكومات كم وزير؟ 90 وزير. طب ممكن اسال سؤال؟ اتفضل. معلش قبل ما نخرج من الملف الامني، هو سؤال اساسا طرحه استاذ محمد مصطفى الشردي. هو ليه سيد منصور العيسوي لم يستطع ان يحقق الامن في الشارع؟ بغض النظر عن الاحداث الاخيره، وليس دفاعا عن الرجل، رحل وهو ما هوش وزير داخليه دلوقتي. انه لما جم في معايير اختياره قالوا احنا عايزين واحد نظيف، واحد ما كانش له علاقه بالامن السياسي، واحد عنده نقاء اليد ونقاء اداره عمله كمدير امن، وتوفرت المواصفات دي في شخص اسمه منصور العيسوي. ليه منصور العيسوي ما نجحش؟ السن، ودي المشكله مع الدكتور كمال الجنزوري. السن في اعتبارك انت طبعا احد العوامل. طبعا لان ده عمل ميداني، ده عمل ميداني كل شيء. انت عارفه الدكتور كمال الجنزوري اكبر رؤساء وزراء مصر سنا 79 سنه، وبعد 3 شهور في فبراير يبقى 80 سنه، مش 77 زي ما بيقولوا. هو 78. انا اسف، هو في غلطه هنا. هو اكبر رؤساء وزراء العالم سنا، مش مصر بس. العالم ده جانس وورد بينكم فاكس، ولكن ربنا يديله الصحه طالما قادر ان هو يكمل. هو المعلومه ان هو مواليد 33 في فبراير 33 تحسبيها
طيب طب حضرتك بتقول انه عامل السن مع منصور العيسوي كان مع حفظ الالقاب طبعا كان احد العوامل. ايه العوامل الثانيه اللي في تخيلك؟ في عوامل كتير قوي، وانا اتمنى ان احنا نستفيد. ما احنا لما نعرفها نتلافاها يعني. بالظبط، لا نستفيد وكمان من الوزراء اللي خارجين دول احنا عايزينهم يجوا، لان الوزراء دول هيتكلموا اكتر. زمان كانوا ممنوعين من الكلام بعد ما يخرجوا، احنا عايزينهم يجوا يقولوا ايه الغلطات فين، سواء جوه وزارته او بره. لازم يبداوا يتكلموا عشان نصلح المجتمع شويه. صحيح. منصور العيسوي ووزراء اخرين في وزارات سياديه في لحظه من اللحظات او في اوقات كثيره ارتكبوا الغلطه بتاعت زمان. ما احنا لسه ما تعودناش على النظام الجديد انك جاي تخدم الشعب. ارتكبوا الغلطه اللي كانت هي دي الاساس زمان، انك جاي تخدم اللي فوق مش الشعب، انك جاي تطيع اوامر جايلك من فوق، مش جاي تنفذ اوامر او جاي تنفذ حاجه مباشره علشان الناس، وانك انت اللي هتحط خطه وزارتك. طيب كويس. ده عامل تاني. ده عامل تاني كان مهم جدا، لان بقول لك مره تانية انا ما زلت مصرا ان اعلم من الذي اصدر اوامر ضرب المتظاهرين. مين؟ مش بقى ضربهم بالنار، سيبك هنقعد ندور على الناس دي. مين اللي قال لوزاره الداخليه انزلي يفض الاعتصام ده بالقوه؟ لو وزاره الداخليه يحكم منصور العيسوي، لو حد اخر نعرف بقى مين ويحكم. نعم. ايه عامل تاني تتخيله؟ انا في تصوري، انا زي ما قلت وما زلت مصر، هو المجلس العسكري. المجلس العسكري ما كانش عنده اراده الحسم ان هو يخلص كان انا رايي كان مش بيلعب لعبه، لكن كان بيدير السياسه بمنطق كده غريب شويه، ان سيب الدنيا كده عشان الناس تصوت وتقول لي تعالى يعني تنحازي الناس للمجلس العسكري اكثر عندما تلاقي ان الدنيا بايظه بفعل الثوره، فيكفر الناس في الثوره. فعندما يقرر اجراءات معينه ضد تتصادم مع حقوق القوى السياسيه فيلاقي الشعب معاه. طيب. ده احد الاسباب، دي مش نظريه مؤامره يعني. بعتقد ان ده سبب من الاسباب. طيب في سبب ممكن اطرحه حضراتكم وده يكون اخر جزء. انا بس عايز اقول حاجه على حاجه صغيره قوي. حاجه برضه على حته الامن. انا عايز اقول حاجه صغيره قوي. يعني هل يعني الوزاره الوحيده اللي عملت دورها مظبوط في مثلا في ازمه ال 45 واحد كانت وزاره الصحه، والوزير بتاعها هو الوزير الوحيد اللي كان معانا في الميدان من اول يوم. الدكتور عمرو حلمي ده الوحيد اللي شالوه. يعني الدكتور الوحيد الوزير الوحيد اللي يمت للميدان بصله شالوه. تعرف يعني ليه؟ واداؤه كما كان مجموعه من الاطباء اداؤه كان موفق بشكل كبير. كان مشرف يعني. عشان مجموعه من راحوا قالوا احنا مش عاوزينه. يعني عربيات الاسعاف اللي كانت يعني زي ما حد من اصدقائنا قال كان حضور الدوله في ميدان التحرير هو عربيات الاسعاف كانت هي عربيه الاسعاف. تفتكر في يناير كانت الناس بتخاف تدخل عربيه الاسعاف لانها كانت بتروح توديهم البوكس او توديهم امن الدوله. طيب في سبب رابع برضه. لا في سؤال عايز اساله في الجزئيه الامنيه. الا تعتقدوا انه في مشكله ما اعرفش اي وزير داخليه يقدر يحلها ازاي، انه من غير الدخول في النوايا اللي لا يعلمها الا الله، ان مشكله محاكمه الضباط، المحاكمات مستمره وطويله الامد، انه في قطاع كبير جدا من القيادات او من الضباط مستنيين او في حاله ترقب النتائج هتسفر عن ايه، عشان هو يحدد موقفه في الخدمه ازاي. يعني ينزل بصدره ويشتغل وكده، وبعدين فجأة بسبب خطأ أو بسبب اتهام ممكن يكون باطل راح في قضية كبيرة، ولا لا يستنى وما يشتغلش، واللي يلالي اللي أشوف دول هيحصل فيهم إيه وبعدين أحدد موقفي. الطرح ده موجود. ده جزء موجود. الطرح ده موجود. متفقين انه ده جزء من المشكله. الطرح ده موجود وسمعته، وانا قلت لك ان لو توفرت وظيفه اخرى لناس كتير من ضمنها قيادات في وزاره الداخليه بكره الصبح هيمشوا. وان في ناس كتير منهم يقول لك طب والبلد، يعني احنا نقعد كده يا جماعه انتوا بتظلموا الناس. الطرح ده موجود. بس هناك يعني لازم يبقى وزير الداخليه مدرك. يمكن ده يلخص فكره انه يبقى انحيازه مناصفه للمؤسسه وللشارع. يعني هو كل اعتقد لازم ياخد باله من وزارته، ولازم ياخد باله من واجبه. ما هو واجبه الوزاره دي واجبها ايه؟ حمايه امني انا كمواطن مصري، مش كده؟ طب ما هو ده اللي انا عايزه يتحقق. بس بعد اذن حضرتك، هل سمعتي احنا كان عندنا 3 حوادث في يوم واحد، 3 حوادث من ضمنهم ان في ضابط ضرب بالنار 2 مجرمين. حد فتح بقه مع الضابط ده وكلمه؟
محدش. ناس بترتكب جريمه ضربهم بالنار، انما ما تجيش تضربني انا بنبله وانا بتظاهر. مش من حقك، يعني انت مش من حقك انك توجه هذا السلاح الى صدري او تسيب بلطجي وتقعد مربوط مثال اخر على ارجوكي، وده مهم جدا. ما يحدث في سينا النهارده، انت عارفه اللي بيحصل في سينا مولعه، والسياحه بتتضرب في شرم الشيخ كل سنه واحنا طيبين تماما، ليس بسبب الانتخابات. الشرطه مسكت تجار مخدرات بعربيه مخدرات، مسكتهم. ايه اللي حصل؟ راحوا اهاليهم قايمين نازلين يضربوا في البلد نار، ضرب نار في الشوارع. فالشرطه قالت لهم ايه؟ لان ليه؟ عايزه تسكتهم. الو يا شرطه. ايوه يا فندم. رجع عربيه المخدرات. حاضر يا فندم. اسمعي اللي بقول لحضرتك عليه. وخرج العيال اللي ممسوكين بالمخدرات، تجار المخدرات. حاضر يا فندم. وادي لهم العربيه بمخدراتها. حاضر يا فندم. وحط السماعه. مين اللي اصدر؟ اسمع اللي بقول لك عليه كويس. دي تعليمات عليا يعني؟ تعليمات عليا جايه له. واحد واقف عامل كمين، ظبط شباب بتعمل حاجه غلط. النهارده في رهائن اسمهم السياح، مش السياح، المستثمرين في السياحه في منطقه اسمها سيناء. بدات الناس تطلع فيها بالبدو، ما تفهمي، عصابات معينه. البدو المتبدلين المتحضرين رافضين الكلام ده. انما تخيلي ان يصل الامر ان كمين شرطه يمسك عربيه فيها مخدرات، يتضرب نار على المنطقه وتتقفل السياحه. جزء مهم هو العداله الناجزه. العداله لازم يتفرق ما بين الضابط المجرم القاتل اللي يجب ان يحاسب، وما بين الضابط اللي كان بيدافع عن مؤسسه، او يعني ده لازم يبقى واضح. ايوه، ويؤدي عمله، لانه عامل مهم جدا في نجاح الوزاره. حضرتك كنت بتقول عامل كمان. انا كنت عاوز اقول بالنسبه للتغييرات الوزاريه، انا عملت يعني زي ما تقولي دراسه كده في ملفات مجلس الوزراء. اكتشفت منذ بدايه الثوره الى الان 4 حكومات 90 وزير كلهم بياخدوا معاش وزير، منهم نصهم قعد اسبوع، وفي حتى الدكتور جابر عصفور قعد 3 ايام، والصاوي قعد يومين. والقانون يقول لو طالما حلف اليمين ياخد معاش وزير مدى الحياه. لا والله. والله يعني مثلا حتى الاستاذ محمد الصاوي ده اصلا ما كانش هياخد معاش حكومي لانه قطاع خاص، ضمن معاش وزاري مدى الحياه. اكتشفت كمان ان دول بيكلفونا 4,350,000. ايوه بس هو المعاش مش كبير قوي في السنه. ماشي ما في السنه ما 3,850 ماشي. كام المعاش؟ 3,850 جنيه. ما ده المعاش 3,850 جنيه. كويس. فاكتشفت ان المفروض كان اي واحد بياخد لقب وزير بياخد جواز دبلوماسي، بس للاسف كان مبارك هو كان كل ده ماشي. جواز خاص مش دبلوماسي. فلا دبلوماسي خاص. المهم فاكتشفت ان الجنزوري ما معهوش الوحيد هو وطلعت حماد ما معهمش جواز خاص او تبع مجلس الوزراء، لان كان في الخلاف بتاع الرئيس مبارك اصدر قرار مخصوص ليه. قال لك اللي ياخد جواز خاص لازم يكون امضى 4 سنوات متصله في اخر عمل حكومي، وهو قعد 3 سنين في رئيس وزراء، وما شفعلوش ان هو 20 سنه محافظ وولاد الجديد ومحافظ بني سويف ووزير تخطيط ونائب رئيس وزراء. فهم الاثنين بس دول اللي ما خدوش الى الان. الدكتور بيطالب حقوقهم يعني؟ لا انا بقول لك يعني لا انا بقول لك انا يعني حقوقهم دلوقتي. فانا برجو يعني كتر التغيير ده مش كويس. انت ايه رايك في طلعت حماد؟ خلينا بره الموضوع بس عشان احنا عايزين نقول انه من الاخبار انه كان مرشح الدكتوره ساميه جرجس ودكتور عبد المسيح، دي كانت اسماء مطروحه لوزاره البيئه، وبعدين ظهر الراي القائل هو احنا في محافظات ووزارات بنختمها لازم يكون الوزير او المحافظ قبطي. لا، اذا هنختار وزير او وزيره قبطيه ممكن تبقى في اي وزاره ثانيه، انما مش بالضروره تبقى هي وزاره البيئه. واللي فهمناه انه في اللحظات الاخيره اترشح شخص ثاني لوزاره البيئه، ووزير التعليم العالي كمان في اسم ظهر النهارده ليتقلد هذا المنصب. يعني المشكله مش في انه الوزير ايه ديانته، هي المشكله هو ايه الوزاره اللي ممكن تحتكر زي ما حصل فينا كده في وقت من الاوقات. الاوقات. العلم كانت محتكره برضه مسيحيين. فينيس كامل كلهم برضه كده. ايه تاني من الاخبار الخاصه بالتشكيل الوزاري استاذ محمد، وده يكون اخر جزء في الحلقه دي، في الحلقه النقاشيه. انا عاوز استكمل بقول ان مهما يعني حرفيه رئيس الوزراء وحرفيه اجهزه الرقابه انها عشان تلاقي وزير سوبر ده استحاله. الحل الوحيد ان احنا نعمل زي اوروبا، بعد ما نختار التشكيل الوزاري بيقعد اسبوع يا جماعه اللي عنده حاجه بيقولها، لان في حاجات كتيره لما حدش يكتشفها. اقول لك حاجه مثلا، في وزير
كان متجوز عنده حكايات كتيره قوي. هو بقاله 22 سنه عنده حكايات كتيره قوي. ما انا عملت 3 كتب. لا دي حاجات دي. الجنزوري دي لا انا بتكلم عن الحكايات اللي ما كنتش تقدر تعملها كتاب، دلوقتي تقدر. في وزير كان قبل ما يبقى وزير كان ماسك رئيس شركه سياحيه، طبعا اتعرف، فكان متجوز سكرتيرته عرفيا. فلما جاله بقى قرار بقى وزير، فطلب انه قال لها نتطلق، قالت له عاوزه مليون جنيه، فقال لها لا. فكلمت قياده كبيره ومسجونه دلوقتي في رئاسه الجمهوريه، كانت على تعرفوا يعني، فكلم الوزير قال له يا زوجي ما تديها المليون جنيه، ما انت هتاخد قدهم 10 مرات في شهرين. وعمل بالوصيه، اداها المليون وعمل 100 مليون وهو في السجن دلوقتي. يعني السجن مع بعض هم الاثنين. مع الاثنين مع بعض. الله، يعني انا القصص الداخليه ما اعرفش تجيبوها منين، يعني بتعرفوا منين الداخليات دي؟ طيب عايزه اقول بس، لان احنا اتكلمنا عن اسماء كتير في وزاره الداخليه، انه في 6 لواءات من قيادات وزاره الداخليه اعتذرت عن المنصب، يعني مش 6، بعضهم من الاسماء اللي اتقالت اثناء الحلقه واسماء ما نعرفهاش، انما المعلومه انه في 6 اتعرض عليهم منصب وزاره الداخليه ولكنهم اعتذروا. وانا اعتقد ان اللواء محمد نجيب قد يكون الاقرب. اللي هو محمد نجيب مين؟ محمد ابراهيم ولا محمد نجيب؟ محمد ابراهيم. هو ده كان اول واحد فعلا، وكان عليه توافق ممتاز طبعا. جدا. طيب انا بشكر ضيوفنا في الموضوع ده، انما بعد الفاصل هيبقى معانا موضوع تاني وينضم لنا ضيوف اخرين له علاقه بكره يوم الحسم بالنسبه للمرحله الاولى. عايزين نسمع شويه افكار ونصائح عشان بكره يبقى يوم انجح بالنسبه للناخب وبالنسبه للجنه العليا للانتخابات وبالنسبه للي بيأمنوا وبالنسبه للبرلمان مصري وتجربه اول انتخابات ان شاء الله. بعد الفاصل نلتقي.